الموسم الرابع من بلوى خلى كل الفانز يتكلموا، وأكبر سبب هو مشهد واحد بس من نهاية الموسم الثالث في حلقة اسمها مفاجأة. فيها منشوف لمحة للمستقبل، وبلوي وهي كبيرة راجعة تزور بيتها. ازيك يا ماما؟ بلوي. لما جرس الباب بيرن، باندت الكبير بيفتح الباب ومستخبي وراه جرو صغير ماسك مسدس كرات زي ما بلوي كانت بتعمل وهي صغيرة. اللحظة دي خلت كل جمهور بلوي ينهار تماما. ونهاردو هنستعرض كل اللي نعرفه عن بنت بلوي. هي مين ممكن يكون أبوها، ومستقبلها هيبقى عامل إزاي. يلا نبدأ بالحاجات اللي اتأكدت فعلا. مبتكر بلوي جو بروم ظهر في بودكاست وتكلم عن الجرو الغامض بشكل مباشر. قال إنه لما بيرجع يفكر كان المفروض يخلي شكل الجرو أكتر شبه بلوي الصغيرة علشان يبقى واضح على طول إنها بنت بلوي، لأنه بعض المشاهدين اتلخبطوا. بس هنا في تفصيلة مهمة. بروم أشار للجرو بكلمة هي، مش هو، هي. الكلمة دي أكدت رسميا إن بلوي عندها بنت مش ولد، وعلى طول أنهت كل النظريات اللي بتقول إنه جيرو ده كان ابن بنجو أو يخص حد تاني خالص. ودلوقتي هنا الموضوع بيبقى شيق أكتر. الجمهور أطلق على الجرو ده اسم إنديجو، وبصراحة الاسم لايق عليه جدا. إنديجو بيعبر عن لون فروها المميز اللي هو مزيج غامق من درجات الأزرق والبنفسجي، وده ماشي مع تقليد عائلة هيلر في اختيار أسماء بتعكس الشكل. بلوى لونها أزرق، بينجو عندها بقعة زي كارت البينجو. ودلوقتي إنديجو بتكمل نفس المنطق ده. واحد من المعجبين قالها بطريقة جميلة لما لاحظ إن الاسم فيه كلمة جو في الآخر، وده تلميح بسيط لاسم بينجو. اسمها الكامل اللي المعجبين اختاروه هو إنديجو داندليون، واسم داندليون بيشير لشكل ودنها اللي شكلها منفوش. ده مش اسم رسمي، اتأكد من المسلسل، لكن الفانز حبوه لدرجة انه بقاله كيان لوحده. دلوقتي يلا ندخل في اكبر سؤال حوالين الكشف ده كله: مين هو والد إنديجو؟ بس قبل ما ندخل في المرشحين، يلا نرجع للحلقة المفاجئة نفسها، لأن في تفاصيل في المشهد ده أغلب الناس ما خدوش بالهم منها خالص. لما بلوى الكبيرة زارت باندت وتشيلي في بيت العيلة، نفس البيت اللي كانوا هيبيعوه في الحلقة بتاعت اليافطة، باندت فتح الباب وملقاش حد واقف، بس بعدين سمع صوت محدد جدا، صوت مسدس الكور. لا! باندت عدى بالموقف ده قبل كده، بص لتحت ولقى الجرو الصغير مستخبي ورا الباب، جاهز ومستعد ومستني يصطاد جده بنفس الطريقة اللي بلوى كانت بتصطاده بيها لما كانت صغيرة. لو حطيت المشهدين جنب بعض، بلوى الصغيرة وهي بتستخدم الجرس علشان توقع باندت في الفخ، ودلوقتي الجرو ده بيعمل نفس الحاجة بالظبط، هتلاقيهم شبه بعض تماما. الاختلافات الوحيدة انه باندت كبر في السن واللي لابس البدلة مش بلوى خلاص، وده كان مقصود تماما. دلوقتي الأب. المرشحين الرئيسيين هما جان لوك وماكنزي، وجو بروم زي ما قلنا قبل كده صمم إنديجو عن قصد علشان يكون خليط متساوي من الاتنين علشان يفضل الكل محتار. بس تعالوا نبص على الأدلة الحقيقية. نبدأ مع جان لوك، هو اللابرادور اللي بيتكلم فرنسي واللي بلوى قابلته في حلقة التخييم، ولما تقابلوا تاني وهم كبار كانت لحظة فعلا جميلة وذيولهم كانت بتتهز من الفرحة. واضح انهم كانوا فرحانين جدا لما شافوا بعض بعد سنين من الفراق. بس هنا المشكلة، جان لوك عايش في كندا، بلوي عايشة في أستراليا. احنا عارفين من حلقة اللافتة ان عيلة هيلر كلها ما قدروش حتى يسيبوا شراهم، فما بالك يسيبوا بلدهم. وكمان مع أن جان لوك وإنديجو عندهم درجات لون بنفسجي متشابهة في الفرو، بس في شبه قليل جدا بينهم في الشكل، الديل، الخط، الودان، ولا حاجة فيهم بتدل بقوة على جان لوك. دلوقتي خلينا نتكلم عن ماكنزي، وهنا الموضوع بيبقى فعلا شيق. لو بصيت على ماكنزي وهو جيرو صغير في حلقة الفضاء وقارنته بإنديجو، الشبه بينهم صعب يتجاهله أي حد. الاتنين عندهم فرو منفوش عند الخدود، الاتنين عندهم ودن مرفوعة وودن نزلة. خطم إنديجو شبه خط ماكنزي أكتر بكتير من بلوى، ودنهم كمان شبه بعض بشكل ملحوظ، الاتنين منفوشين خصوصا من الطرف. بس الأدلة الجسدية دي جزء بس من الموضوع، عشان المسلسل بقاله فترة طويلة بيجهز بهدوء لعلاقة بين بلوى وماكنزي. في حلقة خفاش الفاكهة اللي هي تعمل حلقة في المسلسل كله، ماكنزي ظهر في حلم بلوى، هو كان الوحيد من غير العيلة اللي ظهر في الحلم في الوقت ده من المسلسل. وبعدين في حلقة قوارب، باركي، بلوى وماكنزي قالوا نفس الجملة بالضبط في نفس اللحظة. وينتون على طول قال هزار،
إن الاتنين هيتجوزوا. هما الاتنين اشتكوا من الكلام ده. هما في الآخر عندهم 6 سنين بس بعدين كاليبسو تدخلت. وبينما هي بتشرح بشكل تقني العلاقة بين كابتن العيال الكبار وميا، اللي قالته بينطبق برضو على بلوى وماكنزي. مشاعر كانت بتكبر في هدوء وما بقاش ينفع تتكتم أكتر من كده. في نهاية الحلقة دي مركبين صغيرين بيقربوا من بعض ويلمسوا. في بلوى مفيش حاجة بتحصل بالصدفة. اللحظة دي كانت شبه نبوءة. وإنديجو اللي كانت مستخبية ورا الباب ومعاها مسدس كور ممكن تكون الدليل إن النبوءة دي اتحققت. جو بروم عمره ما أكد بشكل كامل إن ماكنزي هو الأب. دايما في احتمال إن والد إنديجو يكون حد إحنا لسه ما شفناهوش، حد هيظهر في حياة بلوى في حلقة جاية. بس بناء على كل حاجة، الصفات الجسدية، ودنها المدلدلة، وسنين التلميحات الهادية بين بلوى وماكنزي، الأدلة كلها بتشير في اتجاه واحد أكتر من أي اتجاه تاني. دلوقتي تعالوا نتكلم عن شكل إنديجو الحقيقي، لأن تصميمها من أكتر التصاميم اللي اتعملت بعناية في المسلسل كله. هي جراح عندها فرو بدرجات مختلفة من اللون الأزرق، وبقعة أغمق على ودنها اليمين. ودانها من جوا لونها بيج وخطمها لونه أفتح شوية. بس اللي بيخلي تصميمها مميز فعلا هو إنك لو ركزت هتلاقي ملامح كتير من عيلة هيلر باينة عليها، من خيرها شبه تريكسي، موفين وسوكس. خطما ميلة تشترك فيها مع براندي وبينجو. هي عندها خصلات شعر براندي، علامات رادلي، ودرجات اللون الأبيض بتاعت بوب. والودن الملوية دي اللي دايما بتتذكر في نقاش مين الأب مشتركة مع سترايب. لما تجمع كل ده، إنديجو في الأساس عبارة عن لمة عيلة ماشية على الأرض. كل فرع من شجرة عيلة هيلر سايب حاجة في شكلها. بس أكتر شخصية شبهها بشكل عام هي آنا كريس. لوحة ألوان إنديجو بيربطهم عبر الأجيال بطريقة باين إنها مقصودة جدا. وفوق كل ده البقعة البنفسجية بتاعتها ودانها الداخلية الصفرة بيرجعوها لبلوي نفسها. هي بنت أمها، بس هي شايلة العيلة كلها معاها. دلوقتي خلينا نتكلم عن إنديجو ممكن تبقى عاملة إزاي كشخصية. وبنقول ممكن لأنها غير المشهد القصير ده عمرنا ما شفناها بتتفاعل مع أي حد، بس المشهد ده لوحده بيقول لنا أكتر مما تتخيل. حقيقة إنها مستخبية ورا الباب بمسدس الكور، وبتستخدم نفس الخدعة اللي بلوى عملتها مع باندت من سنين. ده بيوضح إن إنديجو ورثت الجانب المرح والمشاغب من أمها. هي مش واقفة هناك بس مستنية يتعرفوا عليها، هي بتصطاد جدها. وهي عندها 6 سنين، بلوى كانت بتعمل نفس الحاجة بالضبط. فممكن نخمن على طول إن إنديجو نشيطة ومبدعة وبتحب اللعب زي مامتها بالضبط. بس هنا الموضوع بيبقى شيق. لو ماكنزي فعلا هو باباها، يبقى إنديجو هتاخد منه هدوءه وطبيعته السهلة، وده هيوازن طاقة بلو الفوضوية، وده فعلا هيخليها شخصية مثيرة للاهتمام. حد يقدر يخطط ويصبر زي ماكنزي وفي نفس الوقت يعرف بالضبط امتى ينفذ هجوم مفاجئ بمسدس الكور زي بلو؟ دلوقتي في نظرية تستاهل نفكر فيها. بروم لمح لإمكانية إن الشخصيات تكبر في المواسم الجاية، وقال إنه هيكون في حاجة لطيفة أوي لما يدخلوا شخصيات أصغر جديدة وفي نفس الوقت بلو بانجو يكونوا أكبر في السن. ولو ده حصل الأمور ممكن تبقى شيقة جدا. تخيل بلو وهي مراهقة تتعامل مع المدرسة الثانوية، صداقات جديدة، وكل المشاعر المعقدة اللي بتيجي مع مرحلة النمو. إبداعها هيتطور وصداقاتها هتبقى أعمق. وفي يوم من الأيام لو ماكنزي فعلا هو والد إنديجو هيحصل تغيير في علاقتهم. 2 أطفال كانوا بيقلبوا عينيهم لما وينتون قال إنهم هيتجوزوا يوم من الأيام، وفي الآخر اتجمعوا مع بعض. موسم بلو وهي مراهقة ممكن يكون هو البداية اللي نشوف فيها ده بيحصل، وده هيخلي الجرو الصغير اللي ورا الباب يبان كأنه تتويج لحاجة المسلسل كان بمهراد لها بهدوء طول الوقت.